وبعدين اقرأ كمان في كتاب تاريخ المسيحية الشرقية للدكتور المؤرخ القبطي عزيز سوريال عطية. الكتاب ده ترجمه الارشدياكون الارثوذكسي ميخائيل ماكس اسكندر، والكتاب بيباع في مكتبة المحبة. صفحة 13 بيقول الآتي: كما كان لاهوت وناسوت المسيح معادلا لأوزوريس الذي كان إلها وإنسانا، وفي الواقع كان كل الفراعنة بشرا متألهين. وأما مبدأ التثليث في الإيمان الجديد فقد كان له نظيره لدى قدماء المصريين عن طريق الثلاثي أوزوريس وإيزيس وحورس، وأن قيامة أوزوريس من الموت كانت مشابهة لقيامة السيد المسيح بعد ألامه وقبره، كما أن إيزيس وحورس يذكران بالأم والطفل يسوع. وكان التصوير القديم لأم النور مادونا هو أصدق تمثيل لرسم الأم إيزيس وهي ترضع طفلها حورس، وهو ما ساد في الأيقونة القبطية القديمة. لا 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 يا جماعة، انتوا كده أكيد بتشوشروا على المسيح، انتوا أكيد بتقولوا كلام كده وخلاص. مش معقول يا فندم التطاول، انتوا ناقلين من بعض ولا إيه؟ يعني مش معقول كل علماء الأرثوذكس بيقولوا الكلام ده بس الأنبا أوغاصون لا هو اللي فاهم كل حاجة. فإيه وثنية تاني؟